اخر نجم لمع في سماء الدوري المصري الحكم محمد فاروق، حكم الدرجه الثانيه. كان بيحكم ماتش بين فريقين، فريق السويس وفريق النصر. مش ده يا عم هتودينا في داهيه؟ ايوه هو ده. الماتش كان ماشي زي الفل، السويس جاب جونين والنصر جاب جول، لحد ما بعدها بشويه فريق النصر جاب جون التعادل الثاني بضربه حره مباشره. الكره اتلعبت ولاعيب النصر قال لي يا عم بدل ما لسه هتعب نفسي وابذل مجهود وانط كده عشان اجيب الجول بدماغي، ما انا اجيب الجول بايدي اسهل، وفعلا عمل كده. طبعا لعيبه السويس يعني مش قاعدين نايمين على دماغهم، يعني قاعدين مصحصحين وفايقين قوي. اول ما الجون جه جريوا على الحكم هم رافعين ايديهم يعني معترضين، يعني ده جايب الكره بايده يا جدع انت في ايه؟ احنا فين هنا؟ الحكم تقريبا كان بيشرب كوبايه الشاي ولا حاجه كده، هم قطعوه يعني، فقال لهم ايه خير عاملين قلق ليه؟ ايه الدوشه دي؟ قالوا له لا معلش ابدا يا حكم، يعني احنا عارفين ان احنا بنزعجك يعني، بس هو لا مؤاخذه يعني كده في بس حاجه بسيطه كده، لاعب النصر بدل ما يجيب الكوره بدماغه جابها بايده، يعني في حضرتك هنا هاند بول بقى او ضربه جزاء، شوف حضرتك عايز تعمل ايه يعني، بس ايه يعني خد وضعك كده، سيطر ورينا مكانك حضرتك، احنا يعني هنا بنلعب كره قدم يعني مش بنلعب كره يد يعني، صحصح معانا كده، حضرتك جاي منين ولا في ايه؟ احنا فين هنا؟ الجهاز الفني طبعا بتاع السويس ما سكتش، يعني ازاي يعني الماتش ملعوب على ارضنا هنا يعني ويتعمل معانا الغلط ليه؟ واحنا مش رجاله؟ ده احنا السوايس يا جماعه، هنسالوا علينا يعني الانجليز. اعضاء الجهاز الفني لموا بعضهم كده رباطيه ونزلوا الملعب وجريوا على الحكم وقالوا له يا اعمى يا اعمى، ومسكوا فيه بقى، والناس نزلت والجماهير وكله مسك في كله. الناس افتكرت نفسها في استاد بورسعيد، والماتش اتعطل تلت ساعه تقريبا، ما لازم يتعطل يعني، في عبث بيحصل. واصلا القانون بيقول ان الفريق لو اعترض على اللعب لمده اكتر من ربع ساعه بيعتبروه منسحب. بالصدفه كده يا جماعه كان في واحد ابن حلال قاعد في المدرجات فاتح الماتش لايف وطالع بيه على الفيسبوك، فحد من بتاع الجهاز الفني بتاع السويس طلع لراجل استسمحه وقال له بعد اذن حضرتك احنا محتاجين لك. فقال له ايه ده حضرتك عايز مني ايه؟ انا معيش فلوس والله العظيم، انا هروح بالعافيه مواصلات. فقال له لا افهمني بس، التليفون بتاع حضرتك ده عايزينه بس هنستعيره 5 دقايق، هنقطع حته بس كده كانك الفار، يعني حضرتك النهارده قايم بدور الفار معانا، هنشوف بس الكوره جت ازاي، هل فعلا هاند بول ولا فعلا جابها بسوري يعني بدماغه ولا في ايه. فالراجل يعني كان متعاون طبعا، حس ان هو مهم كده وحس ان هو لواء طبعا، عشان احنا كلنا بنحب نبقى لواءات ومسؤولين في مكاننا يعني، وقال له ولا يهمك يا فندم اتفضل، والباسورد كمان 12/1/91 عيد ميلاد خطيبتي. وفعلا الحكم يعني ما قالش ايه العبث ده ولا ايه العبط ده، وازاي انا بتاكد من الجول من تليفون حد من المشاهدين، لا هو فعلا عمل تليفون الراجل ان هو فعلا فار يعني، وكان بيتفرج عليه كده علشان فعلا ناوي يحتكم ليه في قراره. تقدروا كده تعتبروه يا جماعه ده فار الغلابه، هاند ميد، لما امك تعمل لك فار في البيت يعني. المهم يعني ان هو بعد ما شاف الفار الغلابه ده اقتنع ولغى الجول، قال ايوه فعلا ده هاند بول، ده مش جول خالص. وبعدها نزل الملعب وعمل كده بايده للعيبه يعني، قال انا شفت الجول يعني في الفار وهو كده ايه مش محسوب يعني. طبعا مش فريق السويس بس اللي له جهاز فني يا جماعه يعني، ما هو جهاز النصر ده مش هيقعد يلعب في ودانه يعني وسايب الجهاز السويس بيطبخها مع الحكم، اما كلهم برضو نزلوا على الحكم وحوطوه وقالوا له يعني ايه يعني تلغي لنا الهدف بتاعنا يعني، هي بلطجه؟ فين الفار اللي انت بتتكلم عنه حضرتك ده، وعلى اي اساس لغيت الهدف يعني؟ هو في فار في الدرجه الثانيه ولا ايه واحنا ما نعرفش؟ فالحكم قال لهم زي ما حضراتكم عارفين يعني ان احنا درجه ثانيه وما عندناش فار، يعني هنعمل ايه؟ هنقعد حاطين ايدينا على خدنا؟ لا حضراتكم يعني انا اتصرفت وجبت لايف فعلا من احد المشاهدين هنا في الاستاد، كان فاتح لايف وانا جبت منه التليفون واتاكدت ان الجول ملغي. حضرتك انتوا جايبينه الجول بايديكم يعني. وبعدين يعني ايه الفرق يعني حضرتك؟ الفار ده مش كاميرا والتليفون اللي في ايدي ده مش فيه كاميرا، يفرق ايه يعني ده عن ده؟ طبعا يعني بعد المهزله اللي حصلت دي الحكم اتحول للتحقيق هو وطاقم التحكيم بتاعه كله. طب هم مالهم؟ هم ذنبهم ايه؟ وقالوا له انت بوظت صوره الحكام قدام الناس اكتر ما هي بايظه، مش كفايه الحكم نور الدين اللي لسه فاضحنا قدام الزمالك، وكفايه ان الناس بتتهمنا ان احنا بنطبل للاهلي على طول، هنلاقيها منين ولا منين؟ نرشق قدامي منكم نروح فين؟ وقالوا له يعني انت كان ممكن على فكره تحسب الجول عادي يعني بدل ما تلغيه بالطريقه الغبيه دي، يعني فيها ايه يعني؟ ده درجه ثانيه واحنا كلنا يعني مع بعض، احنا كاننا بنلعب كره في الشارع عادي يعني، ما تكبرش الموضوع، محسسنا ليه ان هو ماتش ريال ومانشستر يعني. سوري حاسه ان انا باجي على فرقنا قوي، بس احنا لازم نهتم بالرياضه المصريه ونتطور منها يعني. الحكم طبعا اتوقف عن العمل لحد نهايه الموسم وهيخسر فلوس قد كده، ده مش حاسد فيه، ما هو خسرها يعني، انا هحسد ايه؟ ده الحكم في الدرجه الثانيه يعني بياخد على كل ماتش 5 بواكي تقريبا، يعني هو يعني كده كام دولار؟ خليه يريح احسن، والله العظيم احسن، خليه يريح شويه. ولسه الدوري فاضل فيه 8 ماتشات، يعني 5 في 8 ب40,000، بس دول يعملوا له ايه؟ واضح كده يا جماعه مصائب لا تاتي فرادى يعني، كان في اكتر من مهزله ثانيه في نفس الوقت، بس المهزله المره دي حصلت في بوليفيا من اسبوع تقريبا. ماتش اتلعب ما بين فريقين مش عارفه انطق اساميهم الصراحه، فريق منهم سجل جولين وفي الدقيقه
77 الفريق الثاني سجل جول، فكده النتيجه 2-1. بس الجول ده فضل حوالي 17 دقيقه يتراجع من الفار. وفوق كده يعني كمان يا جماعه الماتش ما كانش بيتلعب في ظروف كويسه، يعني الجو ما كانش مظبوط خالص، وجوده ارضيه الملعب يعني كانت ضايعه خالص، يعني ارضى من ارضيه التتش. فالماتش يا جماعه وقف تاني بسبب كده. وفي الشوط الثاني طلع الحكم بلوحه مكتوب عليها رقم غريب جدا، كان مكتوب عليها 42. في الاول الناس افتكرت كده زي ما انتوا افتكرتوا بالظبط ان هو في لعيب رقمه 42 هيطلع وهينزل مكانه لاعب تاني، بس رقم اللاعب التاني ده مش ظاهر، يعني يمكن علشان خاطر فيه مطر والجو مش حلو. بس المفاجاه يا جماعه ان ده كان الوقت بدل الضايع. تخيلوا وقت بدل ضايع 42 دقيقه، يعني شوط كامل تقريبا. طب ما كان يقول لهم يا جماعه هنلعب وقت اضافي وخلاص، يعني لازمته ايه يعني يسميه وقت ضايع؟ والجماهير طبعا افتكرت ان الحكم كده بيطبل للفريق التاني علشان يكسب. المهم يعني يا جماعه عشان ما اطولش عليكم، يعني انا عارفه ان انتوا زهقتوا من الرغي بتاعي، الوقت بدل الضايع يا جماعه اللي هو 42 دقيقه ده اتلعب، وده ادى فرصه للفريق الخسران ان هو يجيب جول كمان ويعدل نتيجته، فبقت النتيجه 2-2. بس الفريق الثاني بقى ما حبش ان الموضوع يعدي كده، قام لحق نفسه وجاب الثالث، يعني بقت النتيجه 3-2. طب ما كان من الاول يعني، طب ما الاول كانت 2-1. الماتش خلص وطاقم التحكيم برده اتحول كله للتحقيق، بس الحكم كان مبسوط جدا الصراحه لانه حقق رقم قياسي ما حدش حققه قبل كده. الرقم بتاعه دخل موسوعه جينيس للارقام القياسيه كاطول وقت بدل ضايع في تاريخ الكوره. فايه يعني هتوقف ولا تحول للتحقيق يعني يا حبيبي؟ انا دلوقتي اسمي في موسوعه جينيس، مش مهم انا واخدها بشكل سلبي ولا ايجابي، يعني زي مثلا كده واحده تيجي تقول لك انا مثيره، فانت تقول لها انت مثيره للشفقه، فتقول لك لا يهم، المهم اني مثيره.